قبل ما نبدأ الفيديو ده حابب اقول لكم كلمتين مهمين جدا. الناس اللي متعرفنيش واول مرة يتفرجوا على فيديوهاتي على اليوتيوب او الفيسبوك، احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي علاء فهمي، مصري مقيم وعايش في الدنمارك. بدأت رحلتي باستكشافات حوالين العالم في دول جميلة ومختلفة، ووظيفتي هي اني بوثق سفرياتي دي على هيئة فيديوهات او افلام وثائقية صغيرة، وده عشان اعرض ليكم الجانب الجميل لكل دول العالم. بس دايما زي ما في الحلو في الوحش والسيء والخارج عن عاداتنا وتقاليدنا احنا كعرب. والنهاردة في الفيديو ده انا جاي اعرض لكم عادات وتقاليد وثقافات الغرب الغريبة اللي انا شخصيا مش موافق عليها، واكيد انتوا كمان هتوافقوني نفس الرأي. بس واجبي كصانع محتوى اني اقدم لكم كل حاجة بمميزاتها وعيوبها. وفي رسالة مهمة للآباء والأمهات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، وهي إن أولادكم لما يكبروا ويقرروا يصنعوا مستقبلهم في بلاد غير الدول العربية، فأرجوكوا خدوا بالكم منهم وابعدوهم عن كل شيء سيء. ربوهم بالحسنى والاحترام والحب المتبادل، وده عشان ما يجيش اليوم اللي أولادكم يسافروا فيه وفجأة تلاقوهم منجرفين في طيار لا حول له ولا قوة. انا قعدت افكر ما لا يقل عن شهر اعمل الفيديو ده ولا لا. دخلت المتحف جامد جديد عليا، غرفة للأجهزة المستخدمة في ممارسة العلاقات. تقريبا احنا داخلين كده على الحضارة الفرعونية يا رجالة. جايب لك شوية صور عن روما، حاجات تاريخية قديمة قوي ومرسومة ومعمولة من قديم الأزل. صور بتاعت الصينيين وهم بيمارسوا العلاقات. الفورمة اليابانية لما تيجي تكتيرك بقى، يعني المفروض تلبس لك بقى الفستان الأحمر ده وتبقى الليلة حمر. أنا مش مصدق بصراحة. كينج ألفونسو ده كان مبدع، شكله كان خاربها على مدار العصور. أوروبا إن هو في مكان بتأجر منه عروسة وبتعيش معاها. دي بقى كلبشات تقريبا بتكلبش الموضوع كله. تجربة جريئة من شاب جريء قلبه ميت، وعايز انقل لكم الصورة في أوروبا كما قال الكتاب، ويلا بينا. صباح الفل، يوم جديد، تصوير جديد. مفيش متحف زي ده في العالم كله، هو هنا بس في اسبانيا برشلونه في اشهر شارع اسمه لا رامبلا. عايز اقول لكم ان انا عشان اعمل الفيديو ده انا قعدت افكر ما لا يقل عن شهر اعمل الفيديو ده ولا لا. ان انا بنقل ثقافه بلد للمجتمع العربي ومصر، مش عشان اشجع الشباب على اي حاجه ولا عشان اقول لهم اي حاجه. قابلت شاب هنا اهو، الشاب ده شغال في المتحف ده وهو شاب مصري زيه زينا كده اهو. هو بيدرس هنا اهو في اسبانيا بقاله 3 سنين. بالامانه هو اللي شجعني وقال لي لا انت تصور لان دي ثقافه وده فن، واحنا بننقل الفن ده للمجتمع العربي والمصري. شمس صباح الفل. شمس الدين بقاله 3 سنين بيدرس في اسبانيا، بيدرس وبيجي يشتغل يومين في الاسبوع. يومين صح؟ بيشتغل يومين او 3. ويا ريت كل شباب مصر وكل شباب الوطن العربي يفكروا في ان هم يسافروا. وانا لو عايزين اي سؤال بخصوص السفر اكتبوا لي في التعليقات وانا هساعدكم بما يرضي الله، وهقول لكم الطرق الصح اللي تسافروا بيها مش الطرق الهاكس. شمس اديني نبذه بسيطه كده عن المتحف ده والغرف اللي جوه. ده المتحف اسمه ايروتيك ميوزيوم. المتحف ده بيتكلم عن الثقافه حضارات مختلفة من ساعة الحضارة الفرعونية للحضارة الرومانية لدلوقتي تطورات. وهو يا جماعة مش حاجة وحشة، مش شرط كلمة ان احنا نقول يبقى احنا بنقول حاجة عيب او حاجة وحشة، لا هو عادي، احنا بنيجي من خلال. ده المدخل، دخلة المتحف. بالأمانة جامد جديد عليا. بنصور لك بقى الموضوع يعني بشكل بسيط كده. لحد دلوقتي احنا مش شايفين حاجة عيب في الفيديوهات دي، قصة واحنا داخلين نستكشفها سوا. يلا بينا نطلع فوق. جوه في 14 غرفة، كل غرفة فيها حضارة معينة بتتكلم عليها. في غرفة على الأدوات، في غرفة عن حتى مسابقات في أوروبا ومسابقات حاصلة. دي تجربة جريئة من شاب جريء قلبه ميت، وعايز انقل لكم الصورة في أوروبا كما قال الكتاب، ويلا بينا. غرفة للأجهزة المستخدمة في ممارسة العلاقات.
تقريبا احنا داخلين كده على الحضاره الفرعونيه يا رجاله، داخلين على حضاره مصر. ده ان هو وول اوف كلاسيكال روم، جايب لك شويه صور عن روما. بس على فكره يا جماعه الصور دي حقيقيه، يعني الصور دي هم مش عاملينها، حاجات تاريخيه قديمه قوي ومرسومه ومعموله من قديم الازل، مش مجرد واحد كده جاب لك شويه صور من على النت مثلا وحطها لك، لا. ده ان هو بقى في الصين، وول اوف تشاينا، وده بيجيب لك الصور بتاعت الصينيين وهم بيمارسوا العلاقات. هي ثقافة يا جماعة وبتدرس في دول أوروبا والمجتمعات الغربية كلها. شوية حاطين شوية تماثيل كده اللي هي الأوضاع والكلام ده كله، موضوع جديد. وده إن هو بقى يا جماعة وول أوف جابان. القصة دي في اليابان شكلها عامل إزاي من خلال الصور. الحرمة اليابانية لما تيجي تكتيرك بقى، يعني المفروض بتلبس لك بقى الفستان الأحمر ده وتبقى الليلة حمرا. ما كنتش قادر اصدق ان دولة كبيرة زي اليابان بتقدمها وحضارتها اللي بيشهد بيها العالم كله انهم ممكن يعملوا مهرجان في كل شوارع البلد ويهتفوا فيها وينادوا الناس بالمشاركة في مهرجان بيتكلم عن العلاقات. أنا مش مصدق بصراحة، أنا مش مصدق. جايب لكم تماثيل بتاعت الحضارة الهندية. انا مش عايز اجيب الكاميرا على حاجة معينة، بس انتوا تفهموا، يعني انتوا تفهموا بقى القصة شكلها عامل ازاي. وده هنا بقى يا جماعة الثقافة الفرنسوية. الفرنساويين طول عمرهم أبطال بصراحة. يوريكم الموضوع من 1886 ل 1931 لكينج ألفونسو. تقريبا أنا عرفت ليه دلوقتي كانوا دايما بيقولوا على الناس اللي هم القوادين ده ألفونس، كان جاية من كينج ألفونسو دي. كينج ألفونسو ده كان مبدع، شكله كان خاربها على مدار العصور. فساتين المستخدمة أثناء ممارسة العلاقة. ده كاتب لك كل حاجة بالسنة بقى بتاعتها. وده هنا بقى في الفاترين دي العرايس والثقافة بتاعت العرايس. الموضوع ده كانت انتشرت في فترة كده في أوروبا تقريبا من قريب على فكرة موضوع العرايس ده. وأنا سمعت إن في أوروبا إن هو في مكان بتأجر منه عروسة وبتعيش معاها. بالأمان أنا كنت بفكر أزور المكان ده برضو، لو عرفت أوصل له أو مسموح لي التصوير هناك هروح وهدخله وهوريكم برضو التجربة يعني. صور كده فيها عقاب شوية، الموضوع وهو بيتمارس بس بعقاب. كرابيك بقى على سلاسل. وده ان هو بقى ايه، كلبشات. طول حياتي كنت اشوف الكلبشات اللي هي الصغيرة دي، بقى كلبشات تقريبا بتكلبش الموضوع كله. موضوع جديد جامد غريب. انا حابب اشارك معاكم التجربة الجريئة دي من راجل لاخواته. طبعا انا ما بنصحش اي حد يمارس العلاقة دي من غير جواز. اخلاقنا ومجتمعاتنا وثقافتنا تمنع ده خالص، بس انا بنقل لكم الصورة في اوروبا وانقل لكم الصورة في المجتمعات الغربية شكلها عامل ازاي. بس يلا نكمل. ودي بقى غرفة ورايا اللي هم الايه، بس الحريم مع بعضها، يعني مش عايزين نقول اللفظ التاني اللي باللغة الإنجليزية. وانا مش هركز على أي صورة، أنا بس أوريكم الموضوع كده سريع. مش هندخل بقى في التفاصيل. دي يا جماعة غرفة بتاعت فرق وبتاعت ممثلين لأفلام. طبعا يا جماعة محدش يلومني، مش مذاكر المتحف ده، بتفرج على المتحف ده زيكم بالظبط، كأنكم انتوا جوه وأنا بنقل لكم الصورة. الغرفة دي بقى كده بتديكم إيحاء بالحب.
مش هندخل في التفاصيل. احنا يا رجاله الفيديو ده مش فيديو تفاصيل، الفيديو ده فيديو كده ايه حلواني، اللي يعرف يلقط يلقط ويتفرج كده بعيد عني، عشان انا مش هدخل في التفاصيل بتاعت الموضوع ده بصراحه. ده ان هو جايب لك حتى الحيوانات وهم بيهيصوا، الفيل وهو بيهيص اهو، ده راجل ما سابولكش حتى الزحلفه، جابوها لك وهي بتمارس الحدوته. في النهاية المتحف ده لا يمد ليا بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وأتوقع إن المتحف ده مفيهوش حاجة ممكن تثير الغرائز، وفي نفس الوقت أنا ضد إن حاجة زي كده تكون متاحة للعامة في شوارع برشلونة أسبانيا. بس زي ما قلت لكم أنا هدفي إني مش بس أعرض لكم جمال أوروبا ودول العالم، لأ أنا لازم أعرض لكم الجانب السلبي برضو في الدول دي. وبكده يا جماعة نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة والاستكشاف بتاع النهاردة. اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب، اكتبوا كومنت ولا حتى كلمة شكرا، ده هيساعدني كتير ان انا اكمل. لازم نوصل ل1,000,000 مشترك في خلال سنة. ما تنسوش صفحة الفيسبوك، ما تنسوش الانستجرام، ما تنسوش التيك توك. تجربة النهاردة هي تجربة مجنونة، انا قعدت افكر فيها كتير، اعملها ولا لا اعملها ولا لا، وفي الاخر نفذتها، واتمنى اكون نفذتها بشكل محترم، بشكل يليق بمجتمعنا العربي. هي كانت رسالة انا عايز اوصلها لكم من خلال الفيديو ده. طبعا لو اي حد عايز يتفرج على فيديوهات او صور هيبقى عنده الانترنت، ودي بينه وبين رب العالمين، انا ما اتدخلش فيها. لكن النهارده انا ما كنتش عايز اعرض صور ولا فيديوهات، انا كنت عايز اوريكم الثقافه، عايز اوريكم الناس دي ازاي بتفكر، بتقول لك احنا جينا العالم ده من خلال، فهنعمل له متحف. فكر يحترم او ما يحترمش دي بتاعتكم انتوا، انا ما اقدرش اتدخل فيها. واتمنى تكون رسالتي وصلت من خلال الفيديو ده. السلام عليكم.